هاتي شفشق الخلاط بتاعك وانزلي فيه بذرة الفشار كده، انزلي كمان بالرز كده في الخلاط وهتتفاجئي بالنتيجة بجد. اول حاجه هنطحن الرز في الخلاط وهيتطحن معانا هيبقى بودر، عشان هنعمل حته حاجه كلكم بتروحوا تشتروها غاليه من بره وبتقفوا عليها طابور. هعملها لكم بقى بطريقه تجنن. انا هعمل في الفيديو ده حاجات حلوه قوي قوي يا جماعه. بقى بودر معايا بالشكل ده واتطحن كده بكل سهوله، لان بصراحه الخلاط اللي معايا ده قوي قوي بيطحن كمان الذره. انتوا متخيلين ذره الفشار؟ بصوا بقى هيتحول لبودر. هعمل لكم حته حاجه بذره الفشار ما تخطرش على بال العفريت. ولا حاجه كده حصري وجديده من نوعها. زي ما انتوا شايفين كده ذره الفشار بقى معايا بودر بالشكل ده. طب هنعمل بيه ايه يا هيام؟ بقولك هفاجئك وهبهرك. يلا بينا. بس ايه قبل ما افاجئك وابهرك واعملك الاصناف الجامده اللي هتشوفيها، تعالى اعرفك على الخلاط بتاعي الجديد التحفه ده. هو ده بقى اللي طحن لي الذره زي ما انتوا شايفين وخلاها بودر، والرز كمان. يا جماعه ما تستغربوش، لان ده يا جماعه خلاط تراست، الخلاط الترندي. بس ده بقى مش اللي هو التقليد، لا ده الاصلي النحاس. عايزه اقول لكم ان هو بسعه 1500 واط. الدرق بتاعه من الاكريليك غير قابل للكسر، يعني مهما تكسريه ترزعيه لو من الدور العاشر مش هيتكسر. معاه كمان المطحنه الاكريليك اللي شفتوها دي هديه بجد حلوه قوي تعملي بيها البهارات، وهنطحن فيها دلوقتي برضو الذره. بصوا هفاجئكم بقى. المطحنه بتاعته بتطحن البهارات المختلفه اللي هي قشر البندق وقشر عين الجمل اللي غير قابله للكسر. عدد سرعات 15 سرعه مختلفه يا جماعه. قوه جباره بجد. خلاط احلامي اخيرا جبته يجنن، وهنعمل فيه بقى اصناف اشكال الوان. تعالوا ده انا كمان بصوا بقى هفرم فيه كميه صدور الفراخ دي. متخيلين عمرك شفتي خلاط بيفرم اللحمه وبيفرم الفراخ كمان؟ اكيد لا. هو ده خلاط تراست بقى. هو ده يا جماعه اللي بيفرم الفراخ سليمه من غير ما تقطعيها صدور الفراخ. بصي بقت عجينه، اتفرمت معايا. شايفين بقت عجينه ازاي؟ تعالوا بقى شوفوا هنعمل بيها حاجه تجنن تجنن. هتحبوها كلكم قوي قوي، وزي ما بقول لكم بتقفوا عليها طابور وبتجيبوها غاليه. انا هعملها لكم بطريقه سهله وموفره جدا. تعالوا قبل ما نعملها بس اوريك ان المطحنه كمان زي الخلاط بالظبط بتطحن الرز وبتخليه بودر بالشكل اللي انت هتشوفيه ده. بصي سمي كده بسم الله. بصوا يا جماعه بقت بودر ازاي. الخلاط ده انا جايباه من شركه اندلسيه من الاندلس. الموديل يا جماعه تراست من شركه اندلسيه. بصوا بقى كمان يا جماعه من كتر ما المطحنه قويه هي والخلاط. بصوا المطحنه هتفرم الفشار اللي اصلا مستحيل اي حاجه تفرمه. بصوا ده خليته بودر. شايفين الجمال؟ طحناه بقى عشان هنعمل بيه الحاجه اللي انا بقول لكم عليها. يلا بينا بقى يا جماعه. وجت بقى اللحظه اللي انا شخصيا بخاف منها، ان احنا نكسر الازاز في الخلاط. هما الشركه قالوا لي ان هو بيكسر الازاز. فيلا يا جماعه عشان انا هحط الكوبايه وخايفه والله وخايفه. بس لازم نعمل كده عشان مصداقيه نشوف فعلا. يعني من كتر هو بصراحه فرم حاجات كتير قوي، بس اخر مرحله نشوفها ده بقى. سمي بسم الله. انت شو وجهك انت شو وجهك. تعالوا نشوف بقى فعلا فرم لنا الازاز ولا ايه. سمي كده بسم الله. ايه ده الكلام طلع صح. ده فرم الكوبايه. الحمد لله الكوبايه اتفرمت. لا الخلاط ده بصراحه جامد جدا 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 جدا. تجيبوه ده على ضمانتي. ولا سحر بقى ولا شعوذه. تعالوا كمان هنفرم العدس في المطحنه. بجد الخلاط ده جامد جامد اخر حاجه يا جماعه. يعني بجد جامد مفيش كلام ما شاء الله. بصوا شايفين خلى العدس كمان بودر ازاي. يلا بينا كمان نشوف هنحط الجزر سليم. انا بجرب لكم الخلاط قبل ما نشتغل في الوصفات عشان تطمنوا ان هو قوي وجامد جدا. بصوا خلى كمان الجزر مفروم ازاي. يلا بقى نبدأ في الوصفات بتاعتنا بقى عشان هنعمل حاجات ومحتاجات. هحط شوية من الكزبرة، شوية من الشبت، بصلة، وشوية من الثوم، وكوباية مية.
تمام. هنفرمهم مع بعض بالشكل ده. هنجيب حله او اي وعاء غويط، هننزل بالخليط بتاعنا، هننزل بالرز اللي احنا طحناه حوالي كوبايتين، وهاخد صدور الفراخ منها حوالي صدر ونص. هنبدأ ان احنا نعجن. هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض كفتة الرز اللي انتوا بتقفوا عليها طابور عند الجزار وبتجيبوها غالية. انا هعمل لك كمية في البيت بجد هتدعي لي عليها وناجحه جدا. حطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر عشان خاطر الكفته تكون هشه مش مكتومه. وهكمل عجن بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا بقى عشان نصبعها. شايفين ما شاء الله، لا تفك منك ولا تكش ولا اي حاجه. يلا بينا نبدا نعملها. هعملها من الالف للياء. هاخدها الاول هصبعها بالشكل ده. وما شاء الله العجينه معايا عامله حوالي يعني داخله في 2 كيلو شويه. هتعمل كميه كبيره قوي قوي. يلا بينا بقى. بصوا بعد ما صبعنا، بس ما صبعتش الكميه كلها، وقع مني الحمد لله. ما صبعتش الكميه كلها، صبعت جزء منها اللي انا هطبخها معاكم، والجزء التاني هبقى اصبعه على مهلي بقى عشان وقت الفيديو. نبدا ان احنا نقليها بقى، واول ما بتاخد لون بنقلبها الناحيه التانيه، بنفضل نقلب فيها لغايه ما يكون لونها جولد. خلاص كده قليناها. بصوا يا جماعه، ولا فكت ولا اي حاجه ولا كشت مننا. ليه؟ عشان المقادير بتاعتنا مظبوطه جدا. اعملوها بالمقادير دي، ولو عايزين المقادير كتابه قولوا لي حبايبي اكتبها لكم في الكومنت، في اول كومنت مثبت. نقلي بقى الكميه ونطلعها. قد ايه تجنن ومن جوه خضره. انا ليه بقى حطيت كزبره وشبت ما حطيتش بقدونس وانا بفرمهم في الخلاط؟ عشان خلي بالك البقدونس بيخليها مسمره مش مخضره. بصي خضره ازاي؟ عشان حطينا شبت وايه وكزبره، ما تحطلهاش بقدونس هيخليها غامقه. هنرفع بقى حله على النار فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت. هشوح البصله دي تاخد اللون الجلدي بتاعنا. اول ما تطلع ريحتها هنزل ب3 4 فصوص توم مفرومين. التوم يطلع ريحته. هنزل بكوبايه كبيره من عصير الطماطم، كوبايه ونص، كوبايه ونص كده من عصير الطماطم، ومعلقه كبيره من معجون الطماطم. هقلبهم مع بعض. وهننزل بقى ايه عليهم بالتوابل بتاعتنا. بس هنزل الاول بكوبايه ميه سخنه ومكعب مرق ورشه من الملح، توابل الكفته، رشه من الكزبره، وتوابل فراخ وفلفل اسود. هقلبهم واخليهم ياخدوا غلوه على النار. هغطيهم. بعد ما ياخدوا غلوه هشيل بقى الغطا عشان انزل بالكفته لغايه ما تستوي الكفته. اول ما الكفته دي بتقرب تستوي بكون مقطعه 3 حبات من البطاطس مكعبات. هروح نازله بيهم كده بالشكل ده. انا بعمل هنا ايه؟ بعمل كفته الرز بالفراخ مش باللحمه. لو عايزاها باللحمه تتعمل بنفس الطريقه، بس بدل الفراخ هتحطي لحمه. ننزل بقى. يلا هعمل لكم كيكه بالذره اللي احنا طحناها. حطيت 3 بيضات، كوبايه سكر، كوبايه حليب، كوبايه زيت، ومعلقه فانيليا. هنضربهم مع بعض كده في الخلاط بتاعنا الحلو ده لغايه ما الخليط يفتح معانا. هنزل بيه كده في اي وعاء غويط. والذره اللي احنا طحناه هروح نازله منه كده بكوبايتين تدريجيا كده. هنزل بيها لغايه ما اخد القوام اللي انا عايزاه، مع معلقه كبيره من البيكنج باودر، يعني كيس بيكنج باودر. هقلبهم مع بعض عشان هنعمل حته كيكه هتتفاجئوا بيها في اخر الفيديو. جيبي بقى ذره الفشار وطحنيه وتعالي نعمل كيكه ذره بالطريقه دي. انا ايه؟ بنزل بدقيق الذره شويه بشويه لغايه ايه ما القوام يظبط معايا. هنا جبت صينيه مقاس 24 دهنتها زيت ونزلت بخليط الكيك بالشكل ده. بكون مسخنه الفرن من قبلها بربع ساعه. لازم تكون سخنه عشان الكيكه تطلع مرتفعه. يلا بينا على درجه حراره 200. يلا بينا بقى نغرف الكفته. بصوا الجمال والريحه بجد قلب البيت تجنن، والبركه في الخلاط بتاعنا. هاتوا الخلاط على ضماني ضمانتي. لو عايزين صفحتهم وارقامهم قولوا لي حبايبي وانا احطها لكم في الكومنت. عملت كمان حله رز بشعريه بقى بالسمن البلدي تجنن تجنن. يلا نغرف بقى بالطريقه دي عشان ايه العين بتاكل قبل الفم. عندك ولادك جوزك تغرفي بقى الطبق حلو كده شكله حلو يفتح النفس وياكلوا بألف هنا. كفته استوت وطعمها خطير. تسمي بسم الله ونبدأ ندوق بقى. تجنن. جربوها بالفراخ هتعجبكم قوي. يلا بينا هنطلع الكيك بتاعنا بقى ونسيبه يبرد شويه. بصوا بقى طالعه عاليه ازاي وتجنن. هوريها لكم قد ايه مرتفعه وهشه من جوه. وطبعا انا اول ما بطفي الفرن بسيبها جوه شويه حوالي 5 دقايق. بعد كده بطلعها بتهدى شويه. طبعا هي كان لازم تبرد اكتر من كده بس انا مستعجله عشان وقت الفيديو. بصوا يا جماعه هشه ازاي من جوه وعاليه وتجنن. جربوها. اطحنوا ذره الفشار واعملوا الكيك بالطريقه دي، واعملوا كمان كفته الفراخ تجنن تجنن. وهاتوا الخلاط على ضمانتي. الخلاط اسعفني بصراحه، عمل لي حاجات كتير قوي. عملت لهم الغدا وخليتهم يحلوا كمان.
خطيرة خطيرة. هسيب لكم ارقام الخلاط، هاتوه على ضمانتي، في منه 3 الوان، الوانه حلوه قوي. ما تنسوش المطحنه هديه مع الخلاط. استنوني الفيديو الجاي، ما تنسوش تصلوا على الرسول. لو وصلتوا لغايه هنا بحبكم قوي.